هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قد كده. اهلا بيكم في يوميات نغومة. قبل ما نبدأ اي حاجة وزي ما تعودنا، دوس لايك واعمل شير للفيديو واعمل اشتراك يا سيدي. اعمل اشتراك، اوكي؟ طيب، أنا النهارده جايه اكلمكم في موضوع استفزني شخصيا، فحبيت ان انا اقوله لكم. ايه الا وهو الموضوع؟ انا كنت قاعده في البيت عادي، مفيش ورايا اي حاجه، النور قاطع عادي، الدنيا تمام ولطيفه وزي الفل والجو هادي وجميل. فلقيت مكالمه، الو الو حضرتك، انا فلانه الفلانيه من شركه الفلانيه، بتاعه العقارات الفلانيه. اوكي حضرتك اتفضلي. حضرتك جاهزه معانا اقول لك الاوفر اللي عندي؟ اللي هو سكت كده اللحظة. اوكي، اوكي، ما عنديش مشكلة. فقالت لي حضرتك احنا السنة اللي فاتت، هي بقى بايه بتحاول تسخني كده، فبتقول لي حضرتك احنا السنة اللي فاتت كنا عاملين عرض فيلا. عرض الفيلا دوت كان عامل 2 مليون جنيه. اوكي، تمام، حلو لطيف. فقالت لي وبعد سنتين الفيلا دلوقتي عامله لها 8 مليون، يعني انت حضرتك معانا لما تشتركي معانا مش هتخسري، انت هتكسبي 200% 300%، فما فيش مشكله. اه، طيب ماشي حاضر. وبعدين راحت قالت لي احنا بقى معايا عرض عن فيلل بستة مليون جنيه، حضرتك هتدفعي 2 مليون مقدم وهتقسطي الباقي اقساط ربع سنوية. حضرتك هبلة ولا بتستهبلي؟ 2 مليون جنيه ايه؟ هو انت ليه محسساني ان ال 2 مليون جنيه دول موجودين معايا في البوك؟ يعني ايه 2 مليون مقدم عادي كده بتقوليهم عادي كده بكل بساطة؟ في ايه؟ وحضرتك جبتي رقمي منين؟ فقالت لي عادي يا فندم، يعني جبناه. اه، شركة الاتصالات اللي مديها لك؟ ها؟ اكيد الشركه بتاعت الموبايل. هو حضرتك شركه الموبايل ما قالتلكيش ان انا مستلفه 3 جنيه ولسه ما سددت؟ ده بقوا 9. ده بقوا 9 جنيه وانا لسه ما سددتهمش. يعني هي الشركه ما قالتلكيش حاجه من الحاجات دي؟ فراحت قالت لي، سكتت كده شويه وقالت لي يعني عادي يا فندم، في ايه؟ هو ايه اللي عادي فيه ايه؟ يعني ما تختاروا العملاء بتاعكم يا جماعه، ما تقرفناش في عشتنا، ولا انت بتصلي عشان تقرفيني في عيشتي وتحسسيني بالقهره؟ يعني ليه؟ فراحت قالت لي لا يا فندم والله. قلت لها ما هو يعني انا بقول لك انا مستلفه 3 جنيه من الشركه والله لسه ما سددتهمش، انت عايزه ايه تاني اكتر من كده؟ 2 مليون جنيه اللي هدفعهم يعني؟ لان لو قعدت اشتغل عمري كله مش هجيب كرسي واحد في الفيلا بتاعتك دي. فعلى العموم يا حبيبتي، انت لما تيجوا تاخدوا الارقام من الشركه بيتصلوا يعني بالناس اللي معاها فواتير. دي ناس عادي معاها تدفع، مفيش مشكله. فراحت قالت لي لا يا فندم عادي، ما احنا عاملين لهم اوفر تاني، في فيلل تاني ب 120 مليون. 120 ايه؟ 120 مليون. يا جماعه هو اللي جايب فيلا ب 120 مليون، يعني هو انت بتشتغلي بالظبط؟ يعني يعني الدال على الخير كفاعله، يعني دلنا انت بتشتغل ايه بالظبط؟ واحد معاه 120 مليون يدفعهم في فيلا، ده غير بقى التشطيب بقى والعفش والحاجات. حضرتك بتشتغلي انت معاك كام في البنك اصلا يعني؟ يعني معلش، يعني انت معاك كام في البنك؟ فالمهم قلت لها اخر ما زهقت بقى خلاص، يعني هي مش قادره تستوعب ان انا مستلفه من الشركه وما سددتش، هي مش قادره يعني مش قادره تستوعب. فقلت لها حضرتك احنا ناس ملناش في الدنيا، احنا ناس بتوع الاخره. فراحت قالت لي يا فندم عندنا مقابر، لو حضرتك عايزاني اكلمك عنها يعني. اوكي، كلمي. هتكون بكام المقبره؟ يعني دي مقبره يعني يا جماعه متر في متر راحت قالت لي يا فندم احنا عندنا مقابر العين الواحده تعمل لها نص مليون جنيه. نص مليون ايه يا حبيبتي؟ نص من العين الواحده نص مليون جنيه؟ قالت لي اه، لو حضرتك عايزاها 2 عين وحوش هتعمل لها حوالي 1,300,000. اللي هو مين يعني؟ قلت لها ده احنا المقابر عندنا ايه ترد الروح، الهوا بيطص فيها من كل ناحيه. وحضرتك انا كواحده ميته يعني هيهمني ايه بالهوا بتاعك؟ يعني انا كواحده ميته يعني ايه اللي هيفرق معايا؟ قصدك يعني عشان الناس اللي هتيجي تقري عليا وكده، وانا هبقى شايله هم الناس في الدنيا وفي الاخره يا ست انت في ايه؟ ف راحت قالت لي يا فندم يعني حضرتك مش عايزه تشترك؟ قلت لها حضرتك انا مش عايزه اشترك، انا دلوقتي عامله جمعيه عشان اجيب 2 كيلو بصل و2 كيلو طماطم. في ايه؟ في انت بتصل عليا عشان تنكدي عليا عيشتي يعني؟ قلت لها خدي هنا تعالي. تعالي، انت بتاخدي كام من الشركه دي؟ راحت قالت لي نعم يا فندم. مش قلت لها انت قولي لي انت بتاخدي كام مرتب من الشركه دي؟ انت معاكي فلوس عشان تشتري الفيلا دي؟ راحت ساكته. قلت لها انا اراهنك ان انت يا دوبك بس بتتكلمي، معكيش اي حاجه ان انت تروحي تشتري. بتتصلي علينا تنكدي علينا عيشتنا ليه؟ ها؟ عايزين ايه مننا؟ وبعدين مقابل ايه اللي بمليون و300 الف يعني؟ ليه يعني؟ وايه اصل هواها إيه؟ انا مالي ومال هواها اللي بيطص ده؟ على العموم احنا ناس
مش بتوع دنيا، احنا ناس بتوع اخره حبيبتي. احنا لما نيجي نموت مش هيفرق معانا بقى هندفن فين، هما بقى يبقوا يتصرفوا، مش هوجع دماغنا من دلوقتي. لكن ما تجيش تقولي لي اصل فيلا مقدم 200 مليون واصل مش عارفه مقابر بمليون و300 الف، في ايه يا جماعه؟ انا من هنا بوجه نداهي لشركات الاتصالات. يا جماعه انتوا بتفرقوا الارقام بتاعتنا لشركات العقارات اللي يعني اللي بتقهرنا ليه؟ يعني ليه؟ ده احنا اساسا مستلفين منكم ال 3 جنيه. يعني انتوا مش ليه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ يعني هو انتوا متغاظين منهم مثلا؟ ليكوا عندهم فلوس فبتدوهم العملاء اللي مستلفين منكم ال 3 جنيه؟ نركز كده بقى، عشان كده مش هينفع. انا مش كل شويه تتصل عليا واحده تقول لي فيلا مش عارفه بكام مليون. هو احنا حبيبتي ده انا يعني، ده انا لو اشتغلت عمري كله مش هجيب كرسي في الفيلا دي، في ايه؟ ما هو يا هو حل من الاتنين بقى، يا تعلوا لنا المرتبات عشان اقدر اشتري فيلا في خلال سنه، انا ماليش دعوه، هما اللي بيتصلوا علينا، يا تعملوا لنا بلوك للناس دي، ما تدونهاش ارقامنا، انا ماليش فيه. واكيد اكيد مر عليكم التليفونات دي. ف يوم وعدى ومكالمة وعدت، بس حسك عينك تاني تتصلي عليا يا أستاذة شيماء يا اللي شغالة في شركة العقارات تين. المرة الجاية هقول اسمك. ماشي؟ ماشي. يلا باي، انتظروني في حلقة جديدة من يوميات نغوة. باي.